السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اسباس سمية في وصفة جديدة سهلة بحال ديما. هاد الوصفة ديال اليوم فيها حريشات بالسميدة اللي غادي نديرهم بجوج ديال العمارة. دونك وحدين غادي نعمرهم بالجبن والزيتون، وحدين غادي نعمرهم بالطون والفرماج. هذا الفرماج ديال لي ساندويتش قطعته هكا اطراف، غادي نديرو مع الطون، والجبن غادي نديرو مع الزيتون. اذا غادي نحتاجو نص كيلو تاع السميده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، بيضه، نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. اذا غادي ناخذ بسم الله الملحه هاي قبيصه غادي نديروها فوق السميده. غادي ندير الخميره هاد الماء باش تطلق، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت هنايا، ونخلطو السميده مزيان تيدخل فيها تشرب هاد الزيت. زدنا هنايا نص كاس ديال الماء، فيه معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. هنا غادي نزيدو البيضه، غادي نزيدو بشويه بشويه الكاس ديال الحليب، كملنا الكاس كله ديال الحليب هنايا. غادي نخلط هاد السميده مزيان وغادي نخليها ترتاح حتى غادي تشرب السوائل كلها. نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق 6 7 دقائق ونعاودو نطلقوها. اذا نكملوا الوصفه ديالنا. حنا دابا السميده خلطناها وتسنينا عليها 5 دقائق، نشفات وجمعات، يعني كاع السوائل كلها هي تشرباتها. الا كان عندكم نوع ديال السميده اللي ما تيشربش وبقات لكم شويه شفتوها بانها جاريه ولا طلقه، دونك تقدروا تزيدوا فيها شويه ديال السميده. دابا انا غادي ندير كويرات بالحجم اللي بغيتوهم على حسب حريشات قداش بغيتوهم. غادي نكورهم وغنحطهم هنا في هذا البلاطو ديجا فيه السميده.
ناخذ وحده منها، غادي نوركو عليها بحال هكا في الجناب. غادي نديرو شويه ديال الثوم، وطرف ديال الفرماج، ونجمعو الكويرات ديالنا. ما غاديش نضغطوا عليها دابا، غادي غير نجمعوها بهذا الشكل، تكون ما تكونش محيوله باش ما تخرجش منها العماره ماشي كنت. ونحطوها تنكملوا الكميه كلها بين ما خمروا شويه، وعاد نزيدوا ديك الساعات غادي نطيبوهم ونعاودوا نتلاقاو. اذا انا دابا كملت الكونتيتي اللي بغيت ندير فيها الطون والفرماج. غادي نديرو دابا النوع الثاني اللي غادي نعمروه بزيتون والجبن. الزيتون راه كحل ومن الاحسن تاخذوه ما يكونش مالح باش ما يخسرش لكم المذاق، وسميتو والجبن راه النوع اللي بغيتو تديروه. الزيتون مقطع صغير، نجمعو بشويه باش تغطى لينا العماره كلها ما تخرجش. نضغطوا عليها بشويه بشويه. ندورها هكا باش تجمع. غادي نحطهم من هاد الجهه، وغادي نكمل انايا الكميه كلها اللي بقات لي باش نعمرها بالجبن والزيتون ونعاودو نتلاقاو. انا كملت عمرت الحريشات كلهم. الكميه اللي درت راه تبارك الله خرجت 19 الحريشه صغيره. ملي تيخمروا شي شويه تنخليهم غير تيرتاحوا شويه، ملي تنبغيو نديروهم في المقله يطيبوا عاد تناخذوهم تنقرصوهم شي شويه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. كما تشوفوا هنايا وحدين هادو اللي بالجبن بالزيتون، والاخرين اللي بالطون والفرماج هما. دونك نتمنى تعجبكم الوصفه وتوجدوها نتوما وتجربوها، وبصحه وراحه. شكرا.